على محمد شرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل وسلم على محمد وصله وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك أعوذ بالله عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين
السلام عليك
تقى الأذكياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وبرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجلال. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده، وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله، وأكبل عليه غاية الإكبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبثق في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، واكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكربه، وتفيعوا إلى الأشرف الأصل بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات
المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم قولوا بصدق اللجا يا ربنا يا كريم جد بالعوافي وبادر بالشفاء للكريم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم يا ربنا يا جزيل العافية يا رحم رحيم جد بالعوافي ولا تكشف على العبد خيب يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم والعبد يرقاك يا مولاي بقلب سليم غريمنا المصطفى محسن ويكرم غريم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم واسلافنا واهلنا سكان بلدة ريم ومن حضر عنده موسى فرعون مقيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم عسى عسى لانكشف يا ربنا قد تخيم يا ربنا يا كريم الواد هيا اكرم كريم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم جود بالشفاء والعوافي للذي هو سقيم يا ربي يا حي يا قيوم وجودك عظيم يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه ورضي عنكم في الحث على مجالسة الأولياء وصحبة الصالحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أي جلسائنا الخير؟ قال من ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة. قال الحبيب أحمد بن عمر بن سميد نفع الله به الخير والشر مدري في الإنسان ولا يظهر إلا بمخالطته لغيره، فإن خالط الأخيار ظهر منه فعل الخير وإن خالط الأشرار ظهر منه فعل الشر. قال الشيخ الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه
i'lam anna mukhalatata ahli al-khair wa mujalasatahum tazra'u fil qalbi mahabbatal khair wa tu'inu 'ala al-amal bihi kama anna mukhalatata ahli syarr wa mujalasatuhum taghrisu fil qalbi hubbash syarr wal 'amal bihi wa aidan man khalata qauman wa 'asharahum ahabbahum daruratan sawa'un akanu akhyaran aw am ashraran wal mar'u ma'a man ahabba fid dunya wal akhirah. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Fasal menerangkan anjuran untuk hadir dan berkumpul bersama para aulia serta menjadi santri, selalu bersama khidmat kepada orang-orang yang soleh. Diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qal berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, ayu julasaina khair, orang yang kami berkumpul dengannya. Jadi orang yang kamu jadikan panutan, jika kamu melihat dia, kamu akan semakin cinta kepada Allah. Kamu akan semakin ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, wazada fi ilmukum mantigo. Kalau orang itu berbicara, nambahi ilmu sama kamu, bukan nambahi syahwat, karena ngomongnya purno terus. Nambahi ilmu, nambahi ilmu, pengetahuan agama, bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana kita bisa bertobat daripada maksiat. Kemudian kalau kamu tadi itu wadzakrakum bil akhirati amaluh, ini di sini. Kalau kamu lihat amalnya dia, atau wadzakarakum bil akhirati ilmu, ilmunya, pelajarannya niatkan kamu akhirat, bukan hanya sekedar ilmu yang akan berhenti manfaatnya dengan kematian, tapi yang sekiranya ilmu tadi manfaat walaupun dalam alam kuburnya, walaupun sampai ada di akhirat, di akhiratnya. Emangnya di kuburan kamu akan ditanyai, berapa hartanya kamu? Berapa luas tanahnya kamu? Bagaimana pelanggan tokonya kamu? Enggak. Ditanya apa? Man rabbuka. Bagi ilmu yang mengenalkan kamu kepada Allah. Wa ma dinuka, apa agama kamu? Ilmu tentang keislaman. Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Bajali akhlaknya, sunnahnya. Wa ma imamuka, Al-Quran pelajari. Ini baca Fatihah udah puluhan tahun nggak ngerti artinya, tanya enggak? Pelajari. Wa ma kiblatuka, salatnya kamu udah kamu jaga awal waktu, kemudian berjamaah, qabliyahnya, ba'diyahnya, wiridnya, sunnah-sunnahnya. Wa man ikhwanuka, saudaranya kamu. Kok musuhan sama muslim? Sering ngaji sama muslim. Ilmu yang mengingatkan akhirat kamu, ilmu yang manfaatnya tidak berhenti dengan kematian, insyaallah. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau berkata, al khair wa syarr madriyun fil insan, ay mabdurun fil insan. Di tubuh manusia itu ada bibit khair, akhlaknya enggak bagus, perbuatannya enggak, bibit syarnya yang Al-Quran, seneng baca maulid, seneng dengan perbuatan-perbuatan baik, kemudian seneng berbuat baik, malah waduh dibantu, malah dibuatkan jajan,
dibuat, disumbangkan roti dan seterusnya. Itu orang baik. Kemudian yuhibbu alal khair, cinta dengan alul khair, dengan orang-orang yang baik. Ziarah ke bro? Waktu ziarah ke bro? Ini juga ini. Joget juga kamu nantinya. Itu sudah jelas itu. Karena itu man khalata qauman wa asyarahum ahabbahum darurah. Sudah kumpul dengan seseorang pasti cinta dengan orang itu. Kumpul dengan ulama, cinta ulama. Kumpul dengan para aulia, cinta aulia. Kumpul dengan bandit, berarti cinta bandit ente. Mau nggak mau, Pak. Karena itu kan dikatakan la tas'al anil mar'i wasal an garinihi. Fa innal garina bil mugarana yaktadi. Kalau kamu mau menilai seseorang, jangan kamu nilai ini fulan Taufik Assegaf ini bagaimana, ketemu dengan orang yang cinta, wah dipuji-puji, ketemu dengan orang benci dicaci maki. Kalau kepingin tahu, tanya temennya siapa, kumpulannya siapa, ya itu sudah persis. Kumpulannya rampok, ya rampok. Kumpulannya preman, ya preman. Lihat itu kumpulan sama siapa. Nah itu kalau cari mantu, lihatan kumpulan ini coba. Maka itu apa nilainya dia? Bilang orang yang tidak baik menjadi baik. Siapa kumpulannya orang yang jelek, maka dia dicatat orang jelek walaupun lulusan pondok, walaupun dulunya orang baik, berubah bentar lagi berubah. Itu lihat kumpulan ini gabung dengan siapa, teman siapa. Nanti kau bergabung dengan yang model begitu, bergabung dengan akhlak yang bagus, yang ngajarkan nih seperti ini. Jadi ya baik, hati bisa bagus. Nah itu harus pilih-pilih. Mudah-mudahan selamat. Tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir hayat.